السلام عليكم. من زمان الأساطير والحكايات الشعبية والأمثال بتربط بين الحب والجنون، ومؤخرا مع تطور العلوم وزيادة فهمنا بالجسم البشري والطبيعة البشرية طلع ان الموضوع ليه اساس من الصحة. ازاي؟ انا جنة عادل ودي سحلة النهارده. الدراسات اللي اتعملت على أدمغة ناس واقعين في الحب لشوشتهم بتقول ان مخ البني ادم تحت تأثير الحب بيشتغل بطريقة مشابهة جدا لمخ البني ادم المدمن او اللي عنده اضطراب عقلي ما. ازاي ده بيحصل؟ انا اقولك. بقى الحب الرومانسي بيتكون من 3 مكونات او ظواهر شعوريه منفصله عن بعضها، كل واحده ليها انظمه فسيولوجيه بتنظمها. اول واحده فيهم اللاست او الشهوه، الرغبه في ممارسه الجنس، ودي بتنظمها الهرمونات الجنسيه زي الاندروجينز والاستروجين. وفي مكون تاني اللي هو الاتاتشمنت، الارتباط او الاحساس بالرغبه في الرعايه والحمايه، ودي بتنظمه مجموعه مختلفه من الهرمونات زي الاوكسيتوسين والفازوبريسين. واخيرا الاتراكشن او الانجذاب، حيث الفاير ووركس بقى والقلوب والعصافير والكلام ده كله. الانجذاب ياتيكم برعايه ناقل عصبي اسمه الدوبامين، ومعاه بنخته كده مشتق منه اسمه النور ابنفرين او النور ادرينالين. هو يبدو تافه بس هو مش تافه خالص، وهنعمله سحله لوحده. الدوبامين سيستم، الاجزاء بتاعه المخ اللي بتنتج الدوبامين وبتتفاعل معاه، واحد من اهم الانظمه اللي موجوده في دماغنا. بيتحكم في عدد من الوظائف الضروريه جدا لبقاء الكائن الحي، زي التركيز، ادراك الواقع، الانتباه للتفاصيل، الذاكره، النشاط، الموتيفيشن او الهمه واللحلحه كده والاقبال على الحياه، الرغبه في السعي، الشعور بالمكافاه لما نحقق حاجه مفيده، والرغبه في تكرار الحاجه اللي حسستنا بالمكافاه دي. من الاخر كل ما من شأنه انه يخلي الكائن الحي يقوم كده ويتلحلح ويشوف اللي وراه. الدوبامين سيستم ده بيبقى شغال الله ينور لما بنقع في الحب في الاول خالص في مرحله الانجذاب دي، كأن الواحد واخد كوكايين بالظبط. وعلشان كده المكونات الاساسيه لتجربه الحب تشبه كتير المكونات الاساسيه لتجربه الادمان. حالة اليوفوريا والسعادة المفرطة والابتسامة اللي من الودن للودن، الكريفنج الاشتياق، ان طول الوقت المدمن محتاج المخدر والحبيب محتاج حبيبه، التوليرنس ان الجرعة الأساسية أو المبدئية ما بتبقاش كفاية مع الوقت والواحد بيبقى محتاج يزود، وكل ما نقرب لبعض كل ما يزيد الاشتياق، القدرة على تكوين ارتباطات زي ما المدمن بيربط بين المخدر وبين عادات معينة وناس معينة ومزيكا معينة، المحب كمان بيربط بين اللي بيحبه وبين كل حاجة في الدنيا، ويمشي بقى في العالم كل الحاجات بتفكرني. ده غير الإحساس بالنشاط الزايد والفرق وإنك شمشون الجبار وأتحدى العالم كله وأنا وياك، اللي ممكن يدفع المحب أو المدمن لتصرفات طايشة في بعض الأوقات. بل إن في علاقة بين زيادة الدوبامين عند درجة معينة وبين إن الواحد يصاب بهلاوس، يشوف ويسمع حاجات مش موجودة، أو ضلالات، إنه يصدق أفكار مش حقيقية. كل ده بالإضافة للهوس، التفكير المفرط والمستمر في الحبيب أو المخدر وتجاهل كل ما عداهم. ودي سمة مشتركة بين الشخص اللي لسه واقع على بوزه جديد والشخص اللي عنده وسواس قهري. وبالمناسبة الاتنين نسبة السيروتونين عندهم بتبقى قليلة. ايه السيروتونين ده يا بالعمدة؟ السيروتونين ده ناقل عصبي برضو بينتج في المخ ومسؤول عن حاجات كتيرة جدا، من ضمنها الشهوة، الشهية، النوم، استقرار الحالة المزاجية، والأهم انه يعتبر زي دبرياج ذهني كده. السيروتونين هو اللي بيساعدنا ننقل انتباهنا من فكرة للتانية. عشان كده بيلاحظ ان السيروتونين نسبته بتكون عالية عند الناس اللي عندها ADHD، طول الوقت مخهم بيتنطط من فكرة للتانية ومش بيعرفوا يركزوا مع حاجة معينة. والعكس اللي عندهم OCD أو اللي بيحبوا جديد، السيروتونين القليل بيخليهم يتحشروا في فكرة معينة وما يعرفوش يحولوا انتباههم من عليها. وبعيدا عن مسألة الانتباه والتركيز دي، نقص السيروتونين بيأثر على الوظائف الأساسية اللي هو بيسيطر عليها، فنلاقي اضطراب في الشهية، اضطراب في النوم، يقول لك يا عيني البت اليومين دول ممقوتة، لا بتاكل ولا بتشرب من ساعة ما حبت اسمه ايه، أو الواد يا عيني ما بينامش طول الليل. أيوة ده نقص السيروتونين، ده مش تلزيق. وده ممكن يفسر ليه الناس اللي بتتعالج من الاكتئاب او الوسواس القهري بالادويه اللي بترفع نسبه السيروتونين، الجانب النحنوح الشحتوف بتاعهم ده ما يبقاش شغال قوي. السؤال هنا بقى، هل هو الموضوع كله عباره عن شويه كيمياء وكهرب، شويه نواقل عصبيه ونشاط دماغي بيخلينا نحب حد معين؟ ولو هي المساله كده، فهل ممكن نخلق تجربه الحب بالادويه؟ هل في منطق مثلا لفكره اللاف بوشن اللي الواحد بيشربها فيقع في حب اول ضفدعه؟ والاهم، هل ممكن الواحد يتعالج من الحب او الافتتان او الانجذاب بالادويه برضو؟ قولوا لي انتوا رايكم ايه، وللمزيد من السحلات في زرار ما دوسوا عليه.